السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين. النهارده يا بنات هنعمل فراخ الشيش بطريقة سهلة وبسيطة. اول حاجة هنسمي الله. عندي الفرخة بتاعتي اهي لسه ما غسلتهاش، هبدأ اللي انا اقطعها معاكم. اول حاجة هنقسم الوراك بتاعتنا كده، وهنبدأ نجيب اول ورك هشوف هنقطعه ازاي. بنقسم الدبوس لوحده، والحتة دي بنقسمها قطعتين. فراخ الشيش لازم بتتقطع قطع صغيرة، شايفين؟ وانتي بتقطعي الدبوس لازم تعمله فتحة كده عشان ياكل من التتبيلة اللي احنا هنعملها. اهم حاجة تكون السكينة بتاعتك حامية او بساطور صغير زي ده. شايفين يا بنات؟ انا لسه ما غسلتهاش خالص ولا نقعتها ولا عملت فيها اي حاجة. انا قلت شطفتها الاول تحت الحنفية، وقلت اقطعها وبعد ما خلصت تقطيع ابدا اللي انا انقعها كويس. كده انا خلصت الاوراق بتاعتي. هجيب بقى بايدي الفرخة اللي هي الصدر، هنبدا اللي احنا نقطع الاجنحة. شايفين؟ هتقسميها بالنص، وبين كل حتة من اللي انتي قسمتيها تبدأي انك تديها نغزة كده بالسكينة. والرقب برضه قطعناها. الصدر بقى هنيجي نقسمه بالنص، وهنقطع كل جنب 3 قطع. شايفين؟ هي فراخ الشيش لازم تتقطع قطع صغيرة كده، مينفعش تسيبيها قطع كبيرة. اهم حاجة تكون السكينة اللي انت بتعملي بيها تكون حامية. بصوا بقى يا بنات، انا مسكت الفرخة بتاعتي بقى نقعتها بمعلقة طحينة وعصرة ليمون ورشة دقيق، وسبتها منقوع حوالي نص ساعة. التتبيلة دي اي تتبيلة هتعمليها الفراخ المشوية لازم تجهزي التتبيلة الاول في علبة، وتسيبيها حوالي نص ساعة قبل ما تنقعي فيها الفراخ. التكايه بتاعت انك تسيبي التتبيله كده لوحدها نص ساعه قبل ما تحطي فيها الفراخ بتخلي التتبيله ما شاء الله مركزه وحلوه. انا عندي هنا بصله كبيره مبشوره وطماطمايه كبيره مبشوره، وعندي علبه من الزبادي. وهجيب بهارات، عندي معلقه من بهار الفراخ، ومعلقه من السبع بهارات، ومعلقه من الكزبره الناشفه، ومعلقه من الفلفل الاسود، ومعلقه من القرفه، ومعلقه من الثوم المهروس، ومعلقتين زيت، وعصره ليمونه. وهبدأ اللي انا اقلب الخلطة بتاعتي دي كلها مع بعض. وعندي هنا معلقة من الصلصة. بعد ما انا هقلب الخلطة دي هغطي عليها واسيبها كده على جنب لغاية ما الفراخ بتاعتي تتنقع كويس، وبعدين اصفيها وابدأ اللي انا احطها في التتبيلة. الله على جمال بقى التتبيلة دي، تحفة يا بنات، ما شاء الله تبارك الله. ده شكل التتبيلة بتاعتنا. هنغطي عليها ونركنها على جنب. اي نوع فراخ مشوية هتعمليه وهتعملي التتبيلة دي هتاكلي احلى فراخ مشوية باذن الله. هنجيب الفرخة بتاعتنا ما شاء الله تبارك الله، شايفين طلعت معايا قطع قد ايه؟ نضفت وبقت زي الفل. اهم حاجة تصفيها كويس جدا جدا من المية. بعد ما انا صفيتها هبدأ اجيب التتبيلة بتاعتي وادعك بقى الفراخ بتاعتي كويس جدا. انا سبتها قبلها بليلة، يعني انا كنت عاملاها قبلها بليلة. لو انت مفيش عندك وقت حاولي تعمليها قبلها بساعتين، مثلا تصحي الصبح ووقت الغدا تبدأي تسوي. انما انا كنت في اليوم ده عاملاها قبلها بليلة، كان ما شاء الله تبارك الله الطعم تحفة. الزبادي بالذات مع الفراخ المشوية وفراخ الشيش بتديكي طراوة حلوة جدا في الفرخة، مش بتخليها معاكي ناشفة. هتجيبي بقى الشبكة بتاعتك اللي هي الشواية، وتبدأي انك تحطي بقى الفراخ ترصيها كويس جدا. بعد ما هترصيها هتجيبي صينية ببقية التتبيلة وعليها مية حوالي لتر مية مغلية، ورشة فلفل اسود وحبهان. وتبدأي انك تحطي بقى فوق الصينية دي تحطي الشبكة وتدخليها الفرن. وكل ربع ساعة تحاولي انك تقلبي الشواية بتاعتك على كل جهة شوية. هي ما بتاخدش وقت في السوا عشان احنا مقطعينها قطع صغيرة. جبت الحلة بقى بتاعتي وحطيت الفراخ رصيتها كويس مع رشة كزبرة خضراء، وطفيت فيها فحمية. الله على جمالها يا بنات. قدمي جنبها بقى لسان عصفور اللي احنا عملناه مع بعض قبل كده، اللي هو اللي بيتعمل زي بتاع الطباخ، او رز بسمتي، او مكرونة، او عيش وسلطات وطحينة، تبقى تحفة. جربوها وبإذن الله هتعجبكم وتعجب ولادكم. يا رب النهاردة تكون حلقة خفيفة عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.